أهلا بكم جميعا. هل تساءلت يوما عن الطريق الحقيقي لجمع الثروة؟ الجميع يطمح للغنى، حتى صديقنا القرد هنا يحلم بامتلاك كل موز الغابة. لكن الحقيقة أن هناك 5 طرق لا سادس لها لتصبح غنيا. اليوم سنكشف الأوراق، وسأخبرك في النهاية عن الطريقة الوحيدة المضمونة، لكنها تتطلب نفسا طويلا. هل أنت مستعد؟ الطريقة الأولى هي التداول. انظروا إلى صديقنا القرد، لقد سمع أن العملات الرقمية هي المنجم الجديد. قرر شراء عملة مجهولة بكل ما يملك من موز، وفجأة بدأ السعر يصعد: 10%، 50%، 100%. القرد أصبح يشعر أنه ذئب وول ستريت، وبدأ يخطط لشراء جزيرة خاصة وتوزيع الموز مجانا. لكن كما يقال: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وفجأة انهارت السوق، العملة فقدت قيمتها، وصديقنا القرد وجد نفسه مفلسا تماما. هذه هي حقيقة التداول للمبتدئين. هو طريق سريع للثراء، نعم، لكنه أسرع طريق للإفلاس إذا كانت معرفتك صفرا. هي لعبة أرقام خطيرة، وليست مجرد ضربة حظ كما اعتقد صديقنا. الطريقة الثانية هي الميراث. صديقنا القرد بعد أن خسر كل شيء في التداول جلس يفكر وقال في نفسه: ليتني اخترت عائلة تملك غابة كاملة من الموز. بدأ يتخيل لو كان والده ملكا للغابة وورث عنه كل شيء دون عناء. لكن للأسف يا صديقي القرد، لقد فات الأوان لتغيير عائلتك، فأنت قد ولدت بالفعل. الميراث يعني أن تولد وفي فمك ملعقة من ذهب، وهي طريقة لا تعتمد على مجهودك بل على ثروة أهلك. إذا كنت من هؤلاء المحظوظين فهذا رائع، لكن بالنسبة لغالبية الناس نحن لا نملك رفاهية اختيار عائلاتنا، لذا لا يمكننا بناء خطتنا المالية على شيء لا نتحكم فيه. هذه الطريقة أيضا ليست خطة للنجاح، بل هي محض صدفة. الطريقة الثالثة هي السرقة والطرق غير القانونية. بعد فشل القرد في التداول واستحالة الميراث، خطرت له فكرة شريرة: لماذا أتعب؟ سآخذ ما أريد بالقوة. وبالفعل قرر القرد سرقة مخازن الموز الكبرى في الغابة. في البداية نجحت الخطة، أصبح لديه كمية من الموز تكفيه لسنوات، وعاش أياما قليلة من البذخ، وظن أنه أذكى كائن في الغابة. لكن الجريمة لا تفيد أبدا. سرعان ما انكشف أمره، ووجد نفسه محاصرا. انتهى به المطاف وحيدا خلف القضبان في سجن الغابة. حكم عليه بالسجن لأكثر من 20 عاما. تخيلوا، ضاع شبابه وعمره بالكامل من أجل ثروة بسيطة استمتع بها لأيام فقط. القرد الآن يجلس في زنزانته نادما، يبكي على حريته التي باعها برخص. الثراء الحقيقي هو الذي يجعلك تنام مرتاح البال، وليس الثراء الذي يرميك في السجون لثلث عمرك. الطريقة الرابعة هي القمار، وهي أكبر فخ يقع فيه الباحثون عن الربح السريع. صديقنا القرد حتى وهو داخل السجن كان يظن أن حظه سيتغير بالمراهنة على قطع الموز القليلة المتبقية معه. حاول مرارا وتكرارا، وفي كل مرة كان يخرج خاسرا ومدمرا نفسيا. القمار ليس استثمارا، بل هو مرض يبدد الأموال في ثوان. ولهذا السبب حرمه الله عز وجل، لأنه يدمر حياة الإنسان ويجعله يطارد الوهم. الحقيقة العلمية تقول إن المصرف دائما يربح،
إذا كنت تضع أملك في حجر النرد فأنت تضيع مستقبلك تماما، كما فعل صديقنا القرد الذي خسر حتى وجبته الأخيرة. الآن وصلنا للطريقة الخامسة والأخيرة، وهي المفضلة لدي لأنها المضمونة رغم أنها بطيئة ومملة أحيانا. إنها بناء الثروة من خلال العمل الجاد. تعلموا المهارات والالتزام بخطة مالية واضحة لتكديس الثروة شيئا فشيئا. تعتمد هذه الطريقة على قاعدة 50-30-20: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والمتعة، و20% للاستثمار وتنمية رأس المال. هنا أنت لا تنتظر الحظ أو الميراث أو معجزة، بل تصنع ثروتك بيدك يوما بعد يوم. هذه الطريقة لا تقودك إلى السجن أو الإفلاس المفاجئ، بل تقودك إلى الحرية المالية الدائمة. في النهاية، الثراء ليس سباقا بمسافة 100 متر، بل هو ماراثون طويل. الطرق الأربعة الأولى مليئة بالمخاطر والانهيارات، أما الطريق الخامسة فهي مسارك الوحيد الآمن. إذا أردتم أن أشارككم الخطة التي استعملها الأشخاص الناجحون الآن للوصول للقمة، اضغطوا على زر الإعجاب. الفيديو القادم سيكون عن طرق الاستثمار وكيف تحول نفسك من موظف براتب محدود إلى رجل أعمال ناجح. نراكم في القمة.